وكانوا بدأوا بقى يشتغلوا، الداخلية تشتغل على السلفيين ويروحوا بيوتهم. فبنقول لهم يعني والله يعني نجوم السماء أقرب إليكم، والله يعني احنا قلنا في ميدان التحرير، قلنا لأمن الدولة وإن عدتم عدنا، يعني لو عدتوا تاني كما كنتم تفعلون هنعود تاني لمقرات أمن الدولة وهتتحرق وهتتضربوا تاني زي ما ضربتوا قبل كده. ولذلك هم رافضين الضباط الملتحين يعودوا. يعني ليه؟ عشان تبقى الداخلية كلها إخوان، ما يجي يبطشوا بالسلفيين وغيرهم يبقى الداخلية كلها إيه تبعهم، ما يبقاش فيها نسبة إيه 10% سلفيين والباقي إخوان. فالحاصل نقول أي واحد بيوالي الصحابة ربنا عز وجل بيرفعه، والصحابة أسباب نصر وعز ورفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ أي حد في ريحة الصحابة فيكم، في حد يعني من صاحب أصحاب رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فاللي بيولي الصحابة ربنا بيرفعه، الصحابة أسباب رفعة وعز يعني في الدنيا والآخرة. واللي بيخذل الصحابة نصيب الخذلان، هيخذل يعني كما خذل الصحابة رضي الله عنهم، لأن حب الصحابة عقيدة كما قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فإحنا مش هنتوانى ولا نسكت، لسه ما عملناش حاجة. يعني احنا هنلف كل المحافظات وكل القرى وكل البلاد، وهنحصن كل الناس وننبه كل الناس، وهنوزع المنشورات والبوسترات والكتب والكتيبات، وننبه الناس لهذا الخطر. وإن شاء الله يكون هذا في ميزان حسناتنا، وهم يحملون يعني وزر يعني من يقع في سب الصحابة أو يتهم أمه. نقول لهم مش يعني عائشة مش أمك، لو واحد سب أمك واتهمها بالفاحشة هل تضع يدك في يده؟ هل تدخله بيتك وتقول أنا معذور محتاج فلوس؟ يعني ضرب عقيدة أهل السنة والجماعة. فنقول ينبغي أن يتوبوا وأن يحرسوا الدين. إذا كانوا لا يستطيعون أن يحكموا الدنيا بالدين الآن، فلا أقل من أن يحرسوا الدين وألا يضيعوا عقائد الناس. قولوا قولي هذا